شفتوا اللي عمل هوب في قلب الشمعية ده وطفاها، وحاولت اشغلها تاني مش عايزة تشتغل. عيل رخم يعني. كنت عايزة اعمل جو شعري ليكوا كده، كوبايتين شاي وفنكوش والدنيا جميلة والجو هادي خالص، والدنيا هس هس، وانا وانت يا حبيبي ونجوم الليل وبس. صوتي وحش؟ طب خلاص ماشي، مش غني تاني، انا اسفة يا جماعة معلش. ندخل في الفيديو بتاعنا، صلي على النبي كده ونبتدي بسم الله، ونقول احلى مسا عليكم يا احلى متابعين واحلى ناس في الدنيا كلها اللي نوروني في قناتي واشتركوا. اهلا بكم في قناتي، نورتوني طبعا وزدتوني شرف. بحبكم قوي، ربنا يكبر بخاطركم يا رب ويسعد قلوبكم وينولكم يا رب كل اللي انتوا بتتمنوا، اللهم امين يا رب العالمين. واللي لسه ما نورونيش يا رب يدخلوا وينوروني، والقناه كده تكبر بيكم فضلا وليس امرا. كملوا الفيديو لغايه الاخر. النهارده بقى كنت عايزه اعمل اكله ارديحي. هي مش اكله ارديحي يعني قوي، هو دلوقتي اصلا يعني كل حاجه بقت بفلوس، وبصي يعني ما فيش حاجه ارديحي في الزمن دوت. ماشي، هتجيبي فول برضو هتدفعي فلوس، هتحطي له فول تدميس، فول مطشوش، هتحطي له عدس، هتحطي له اي حاجه هتبقى برضو فيها غرامه وفيها فلوس، تمام؟ عشان نبقى واضحين. فيلا الله المستعان على كل شيء، والحمد لله كله نعمه ربنا كلها، الحمد لله عليها، اللهم ديمها يا رب نعمه. انا كان عندي هنا شويه شوربه كده وكام حته لحمه، فضيتهم في علبه عشان كنت عايزه الحله بتاعه الشوربه دي اكبر حله، فبحب اعمل فيها الفول. يعني انا اصلا عندي دماسه فول، بس الفكره كلها ان انا بحس الدماسه كده بتبقى ما بعرفش اخد راحتي فيها، يعني بحسها كده يعني مثلا لو عايزه اقلب الفول ما بعرفش اقلبه، يعني هو طبعا الفول بيبقى محتاج دماسه اكيد، بس انا مش عارفه، انا بحس ان انا في الحله دي بتبقى كبيره كده وواسعه، فببقى واخده راحتي بقلب براحتي، يعني الدنيا بتبقى مرتاحه، خصوصا لو انا عامله كميه كبيره من الفول. فانا ما شاء الله لما بعمل كميه كبيره بلاقيها بيبقى في الحله، ببقى واخده راحتي بديله اللي انا عايزه اديهوله وبقلب براحتي وكل حاجه بتبقى تمام. فانا فضيت الحله الاستانلس ديت من الشوربه، فضيتها في العلبه ديت وهشيلها في الفريزر لغايه ايه اما ابقى مثلا وقت احتاج شوربه احتاج لحمه بطلع منها، واغسل الحله بقى وابتدي ان انا ايه اسلق فيها الفول. انا الفول نقعه من بالليل طبعا، في ميه نظيفه، فضل منقوع طول الليل لغايه تاني يوم، وانا ابتديت اسويه ساعتها كنت على العصر كده، يعني فضل طول الفتره دي كلها من بالليل منقوع في قلب الميه. بعد كده سقطت الفول اللي انا نقعاه ونزلت عليه بشويه فول مدشوش وشويه عدس، بس كده. في ناس بقى بتحط له جزر، في ناس بتحط له طماطم، في ناس معرفش بيحطوا له ايه، بس انا بصراحه الفول انا بحبه كده، فول وفول مدشوش وعدس بس كده، وعصره ليمونه كمان، بيبقى طعمه جميل. انما بالنسبة بقى للطرق التانية بحس ان الفول طعمه بيغير مع الوقت، او لما بيبات مثلا طعم الحاجة اللي انا ببقى حطاها فيه، سواء جزر او سواء طماطم او مش عارفة، في ناس برضو بيحطوا له بصل حاجة زي كده، فبحس ان طعمه بيغير، فكده احسن، ده الطعم الاساسي اللي احنا ايه متعودين عليه، مش عايزين نغير في الايه في الحاجات مش عايزين نلعب في الثوابت. يعني ده فول برضو يا جماعة وليه مركزه يعني، فاحنا عايزين نمشي دنيتنا على قد ايدينا، يعني مش لازم كل يوم بقى فراخ لحمة مش عارف ايه، في ظل الظروف اللي احنا فيها دي عادي، مفيهاش مشكلة ان احنا زهقنا من الاكل عامة يعني، وكل يوم حيرة هنعمل اكل ايه هتتغدوا ايه يقولك اي حاجة، لا احنا نمشي دنيتنا بمزاجنا احنا، وكلها نعمة ربنا واللي موجود هيتاكل. فمرة طبيخ، مرة محشي، مرة كفتة، مرة فراخ، مرة لحمة، مرة فول. فول جميل على فكرة، وجبة جميلة جدا ومفيدة جدا، والعدس كمان بيزود له القيمة الغذائية بتاعته، فوجبة متكاملة من كل حاجة يعني. فايه المشكلة لما تبقى وجبة أساسية في الغدا بتاعنا؟ زهقتي من الأكل، شوية فول جنبهم شوية بطاطس محمرة، حتة جبنة قديمة مثلا، ويا سلام بجد وجبة جميلة، أنا بعشق الأكلة دي. وطيت على الفول النار وغطيته وسيبته بقى يستوي مع نفسه، قلت عقبال لما الفول يستوي انجز كده ويعني انكش في اي حاجه في المطبخ كده واعملها. لقيت عندي البتاع دوت الخلاط، البتاع بتاعه الخلاط بتخر، يعني لما باجي اضرب اي حاجه بتنزل ميه كده على الخلاط، كانت مبقعه كده ومتبهدله، فقلت انضفها، مسكتها كده بالليفه دعكتها كده دعكه حلوه،
بس طبعا كنت مخليه بالي وكده وبحذر يعني. انت كده كده طالما واقفه في المطبخ انجزي اي حاجه موجوده، يعني علقي على حاجه على النار، شوفي مثلا اي حاجه في المطبخ محتاجه تترتب رتبيها، ضرفه خزين عايزه تتظبط امسحيها ونضفيها، بوتاجاز بوتاجاز عايز يدعك ادعكي. يعني طول ما انت واقفه في المطبخ بتسوي حاجه على النار، اشتغلي في اي حاجه تانية نضفيها، تسليه في اي حاجه كده وانت قاعده، هتلاقي دايما مطبخك نظيف وجميل ومترتب كده ومتهندم وزي الفل. بصوا بقى هنا بعد ما خلصته حطيته، غسلت الصينيه وحطيته على الصينيه القليله بتاعت اسمها ايه، بطاطس والبصل والحاجات دي يعني، عليها شويه كراكيب كده، فقلت اروقها واظبطها. خدت الرمان وخدت الحاجات اللي محتاجه ان هي تتشال في التلاجة، شلتها عشان ما تسويش طبعا ولا يحصل لها حاجه. احنا كده كده طبعا داخلين على الشتاء ومفيش حاجه هتسوس يعني بامر الله، بس برضو انا بحب احافظ على الحاجه واشيلها في التلاجة. خدتها كده تلميعه بقماشه مبلوله ميه، تمام، ما حطيتش حاجه عليها تاني بقى خلاص. هو كده كده اصلا التربو دوت انا منضفاه دايما ايدي فيه اول باول، هي بس اللي على الفوق اللي على الوش ديت كانت متطربه شويه. كان عندي بقى كام رمانية، خدتهم فصصتهم حطيتهم في قلب شفشق وحطيت عليهم شوية مية واديتهم حتة بنجراية واديتهم شوية سكر. المشروب ده يا جماعة بجد جميل قوي للأنيميا ونقص الحديد والكلام ده كله، يعني جميل بجد. وهنا بقى كان الفول القمر بتاعنا استوى وبقى زي الفل، عملته بقى بشوية خلطة كده بالطماطم والبصل والثوم والفلفل، ريحته وهو بيتعمل كانت قمر بمعنى الكلمة. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة والتعليق جميل، واشوفكم على خير.